ساندوتش كده بنروح نشتريه زي العيش السوري كده او زي الشاورما السوري، بس هنعمله بالكفتة وهنعمله بالعيش الحبة الكاملة. عيش الحبة الكاملة اللي هو مش مضر، اللي بيتهضم بسهولة جدا، مش بيترسب في المعدة ولا بيتعبنا ولا بيعمل المطة ولا الجلوتين ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. شايفين ادي المكونات؟ عندي البطاطس، عندي الكفتة، عندي الجبنة الشيدر والصوصات، بس كده. تمام. هسيخ بقى الكفتة كده. عملت الكفتة كده في معلقة، يعني ايد المعلقة كده، وهبتدي ان انا اشكل الكفتة عليها عشان تعمل لي الفراغات اللي بتبقى جوه زي الكفتة الجاهزة بالظبط. طبعا الكفتة دي محطوط لها نسبة 30% من الدهون، ومش محطوط لها اي توابل غير الملح خالص. تمام. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس عشان ما تكشش معايا. تمام. سيخت كل الكفتة بالشكل ده، وهبدأ ان انا ادهن طاسة بسمنة او بشوية زيت بسيط خالص خالص، او ممكن ما تدهنش، وهي كده كده هتنزل الدهون اللي فيها وتظبط نفسها يعني. شوحت كده الكفتة بتاعتي على الجريل كده. شايفين بسم الله ما شاء الله شكلها في منتهى الجمال. وهبدأ ان انا بقى اشكلها كده، وعندي البطاطس وعندي كل حاجة موجودة اهي الحمد لله. وهنبتدي بقى ناخد العيش بتاعنا. العيش ده عيش حبة كاملة، اللي هو الرقيق جدا ما فيهوش لبة. يعني احنا شارينه كده ما فيهوش اللبابة اللي جوه دي، وحجمه كبير شوية، وما بيكونش في يعني في اللبابة اللي جوه. تمام كده، علشان اعرف ان انا ابرومه او الفه او ارله كده حوالين الكفته. حطيت هنا الصوصات بتاعتي، كان عندي كاتشب ومستردة. انت بقى ممكن تحطي مايونيز، حطي اي صوصات عندك، صوص الباربيكيو، كل الصوصات اللي عندك حطيها، ما عنديش مشكله خالص. تمام. حطينا هنا الجبنه الشيدر، فردناها على الصوصات، وبدات ان انا احط الكفته والجبنه الموتزاريلا والبطاطس، وهبدا الف الرول كده زي العيش السوري بالظبط، او زي العيش التورتيلا. سهل جدا جدا. تمام. مش عايزه حاجه من الساندوتش ده، انا ممكن اكله كده، لكن انا عايزه اسيح الجبنه اللي جوه. هسيحها ازاي؟ هبدا ان انا ادهن طاسه بمعلقه زيت او سمنه كده بسيطه خالص، وهبدا احطه على النار واغطيه بحيث ان الجبنه تسيح معايا بالشكل ده. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه. خفيف على المعدة ومش مضر، وكمان سريع جدا ومش هياخد معانا وقت كتير.